بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد في اللقاء بكم في هذه الندوة الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة. وكما جرت العادة نبدأ ببلاغ الصحفي. إذا انعقد يومه الخميس 12 من محرم 1445 الموافق ل 18 يوليوز 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص لتقديم عرضين قطاعيين وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. وفي مستهل أشغال هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدولي الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وتطرق عرض السيد وزير العدل لما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل العرض تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. وتندرج هذه الاستحقاقات الأممية في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمتميز بالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي عرف دينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. بعد ذلك تتبع مجلس الحكومة عرضا آخر حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة. قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. وتناول العرض أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث يروم هذا التعديل إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. كما تهم التعديلات المزمع إدخالها تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2/24/475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2/19/333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 7 أغسطس 2019 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها. قدمه السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72/18 وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتعزيز حكامة خدمة الإطعام
باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2/24/366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2/03/729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 7 يونيو 2004 بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. قدمه السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتثمين جهود الصحفيات والصحفيين وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا. انسجاما مع الغاية مع إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004، وبناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002. إذن فيما يلي نص البلاغ ونمروا الأسئلة. سيد الوزير، ما هي المستجدات ديال قضية طلبة الطب والصيدلة المضربين؟ ثم بغيناك تعطينا الأهمية والدلالات حول هذه الاتفاقية حول حماية ضد حماية التعذيب والاختفاء. إذا تعطينا أكثر من تفاصيل حول هذا الموضوع. مصطفى الحجري، موقع نيشان. سيد الوزير، بغينا نعرفوا مستجدات ديال الاتفاق في نسخته الثانية بين الحكومة ونقابات ديال قطاع الصحة. هل هناك موعد رسمي للتوقيع؟ وهل سيتم التوقيع هذه المرة من طرف رئيس الحكومة لتفادي السيناريو اللي وقع في الاتفاق الأول؟ السؤال الثاني كيتعلق بالأرقام اللي خرجت بها المندوبية السامية للتخطيط. 82% من الأسر عاجزة، كتصرح بأنه الوضع المعيشي ديالها تدهور، و90% من الأسر تقول بأنها عاجزة عن الادخار. ألا ترون بأن هذه الأرقام اللي صادرها المندوبية السامية للتخطيط تتناقض مع الرواية الحكومية ومع حصيلة اللي قدمها رئيس الحكومة؟ تحية طيبة سيد الوزير. هذا الأسبوع تم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في مجلس النواب بعد تعثر دام لسنوات. شنو هي المنهجية اللي غتخدم بها الحكومة في تدارس هذا القانون هذا؟ يعني هل هناك تنسيق قبلي مع النقابات حتى نضمن عدم إعادة سيناريو التعثر؟ وشنو هي المنهجية اللي تخدم بها الحكومة فيما يتعلق بباقي التشريعات اللي هي موضوع ديال الحوار الاجتماعي بحال قانون النقابات ومدونة الشغل؟ وشكرا. مرحبا سيد الوزير. معهد وطني معروف يصنف اللغة الأمازيغية في إحدى وثائقه لغة أجنبية، وهذا ربما فيه مس بالمكون الأمازيغي ككل. كيف تنظر الحكومة إلى هذه المسألة، وكيف يعني تنزل قانون تنظيمي لتفعيل الأمازيغية في الحياة العامة، وأيضا كيف تعمل من أجل القطع مع مثل هذه السلوكات التي ربما تضر إلى القضية الأمازيغية ككل؟ شكرا. السلام عليكم. أميمة حضري من موقع بلادنا 24. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي قال خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية الأسبوعية من رئيس المستشارين إن التنسيقية تمنع الطلبة من إجياز الامتحانات، فلماذا تصر الحكومة على تخوين طلبة الطب؟ أولا، لا أحد يخون طلبة الطب. إمتى تقال بأنه الحكومة تخون طلبة الطب؟ يجب الانتباه للمصطلحات. الحكومة لم ولن تخون أحد. ما عرفتش هذه القضية منين جات، واش كاين شي حديث؟
كاين شي تصريح ما عرفتش، فيجب الانتباه لمثل هذه القضايا. الحكومة تتفاعل مع هذا الموضوع ديال الطلبة ديال الطب بكل حسن نية، وتجاوبت مع مختلف النقط المدرجة في طاولة الحوار، ومن هذا المنبر قدمت مختلف الأجوبة حول مختلف الأسئلة، حول مختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين، والمرتبطة أيضا بالمنح، والمرتبطة أيضا بالهندسة، والمرتبطة أيضا بالأراضي ديال التدريب. فأنا لا أعتقد بأنه كاين شي إرادة أكثر من هذه في حلحلة هذا الملف. تعقدت اللجنة على مستوى مجلس النواب، حضرها الوزيرين المعنيين وقدموا مختلف الإجابات. كانت وساطة برلمانية في هذا الموضوع. يجب الانتباه لكيف نتحدث حول هذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأن الحكومة خلت من جهتها، بل على العكس، ويمكن الرجوع للندوة الصحفية، لأنه تعمدنا أن نقدم الملف تقنيا لكي نحيط بمختلف الأسئلة المطروحة. الأمازيغية لا نقاش، لأن هذا الموضوع الأمازيغية هي قضية وطنية حسمت دستوريا، وحسمها جلالة الملك غير ما مرة في مختلف المناسبات. الانطلاق كان في خطاب أجدير، والمسار ديال التفعيل وديال الترسيم مستمر. فبالتالي يجب التمييز ما بين كيف تتبنى الحكومة هذه القضية المحورية الأساسية نظرا للطابع الرسمي ديالها في الدستور، نظرا لأن هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في المسار ديال الترسيم. شفنا الملتقى السنوي اللي كيتم وكيكون فرصة للوقوف حول المنجزات. شفنا التطور اللي وقع على مستوى الأساتذة ديال التدريس الأمازيغي على مستوى التعليم، والأرقام مني كتقارنها قبل مجيء الحكومة مع هذه الحكومة يعني مضاعفة بشكل كبير جدا. الإمكانيات المالية، إذا المسار ديال التفعيل ديال الطابع الرسمي هو مسار متقدم، لكن داخل الحكومة نعتقد بأنه يجب أن نواصل العمل بهذا الأفق. هذا هو اللي عندي رسمي بالنسبة لي أنا، هو أن الحكومة بالنسبة لها اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية هي مكون أساسي ومهم جدا، يعتبر من روافد الأساسية الشخصية الوطنية، وهذا موضوع محسوم ولا نقاش ولا جدال فيه. قانون الإضراب، قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات. دابا الحكومة حينما مأسست الحوار الاجتماعي لم تمأسسه فقط لأنه يجب أن نلتقي مع لكي نناقش قضايا أساسية ومهمة جدا. طبعا النقابات عندهم مطالب كتهم بالأساس الشغيلة والظروف ديال الاشتغال ديالها والإمكانيات اللي يمكن نحسنوا بها الأجور. الحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات خص بلادنا تعملها. عندنا دستور ديال 2011 كيتكلم على قوانين تنظيمية، في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تم وضعه على مستوى مجلس النواب، لكن يجب أن يناقش. هذا الحق ديال الإضراب الذي بالمناسبة نتفق جميعا بأنه حق دستوري، واش ما عندناش الذكاء الجماعي باش نجلسوا ونأطروه تنظيميا وقانونا؟ فهذا هو الذي تقوم به هذه الحكومة في إطار حوار جاد مسؤول تشاركي مع هذه النقابات. الآن تم التقديم، المناقشة غادي تنطلق اليوم، وإحنا غادي نمشيو في هذا الأفق التشاركي للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان. التقارير ديال المندوبية السامية للتخطيط، احنا شخصيا هذه الحكومة هي من أقل الحكومات اللي شي مرة قالت التقرير ديال المندوبية ولا ناقشاته. بالعكس، في كل مرة كنا نتعاطى مع هذه التقارير، نعتبر هذه المؤسسة هي مؤسسة مهمة جدا وتقوم بالعمل ديالها، وليس هناك رواية حكومية مختلفة بالمناسبة.
ما قدمه السيد رئيس الحكومه ما كاينش الروايات، كاين الحقائق. السيد رئيس الحكومه تكلم على اقرار الدعم الاجتماعي، هذه حقيقه، هذه ماشي روايه، هذه حقيقه ناطقه. كاين اليوم عندنا حوالي 3.6 مليون اسره مغربيه تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا شهريا، الكلفه ديالو هي 25 مليار درهم سنويا. هذه حقيقه ليست روايه. المنظومه ديال لا متضامن عندنا حوالي 10.6 مليون مواطن مغربي يعيشون ظروفا اجتماعيه نقدروا نقولوا بانها صعبه. هادو الان الحكومه تؤدي في مكانهم الاشتراكات ديالهم في السينيسيس وكيستافدوا من الخدمه ديال المتضامن. هذه ليست روايه، هذه حقيقه. حمايه القدره الشرائيه، الحكومه داكشي اللي عملت الحكومه في حمايه القدره الشرائيه لم تفعله اي الحكومات. صندوق المقاصه وصل 40 مليار درهم في سنه 22. الارقام ديال قانون التصفيه قدمتها يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، هذه صرفت، ماشي ارقام غادي نتخيلوها، هذه حقائق. الدعم الذي وجه للمهنيين ديال النقل حوالي 8 مليار ديال الدرهم. الدعم الذي وجه للمواد الاستهلاكيه الاساسيه هذه ايضا حقائق حوالي 10 مليار ديال الدرهم. فانا كنتسائل، حكومه اللي اشتغلت بنفس الاليات ديال التدخل من اجل مواجهه التضخم في السنوات الماضيه اللي هي صندوق المقاصه، زاد فوق منه دعم مباشر للمواطنين طبقا لتوجيهات جلاله الملك، زاد فوق منه دعم للمهنيين ديال النقل، زاد فوق منه دعم مباشر للمؤسسات اللي كتشتغل في انتاج الطاقه بحال المكتب الوطني للكهرباء باش ما يتزادش السعر ديال الضوء والماء، واجهات الاشكالات المرتبطه بالجفاف عبر مجموعه من السياسات العموميه في طليعتها طبعا الورش الكبير الذي راه جلاله الملك ديال مواجهه ضعف الامطار والمياه السقي والماء الصالح للشرب، برنامج كيوصل ل 147 مليار ديال الدرهم. شنو يتعمل مازال اكثر من هذا؟ يجب ان ننتبه. هادشي كله في اطار واحد الوضع ديال عدم ديال تخفيض الاستدانه، ديال التحكم في العجز، وديال انه تبقى بلادنا واقفه على رجليها ماليا وعندها توازنات كبرى. انا كنتسائل شنو هي الحلول اللي يمكن تعمل اكثر من هذه؟ ماشي ابرئ الحكومه وهذا واجبي انني ندافع عن الحكومه، ولكن انا اعتقد بانه ما تم القيام به في المجال الاجتماعي سيظل مجهودا كبيرا واستثنائيا. هادشي كله وعندك واحد 45 مليار درتيها في الحوار الاجتماعي، لانه امنتي بانه الموظفين والشغيله محتاجين لدعم. والسنه المقبله عندك عاود واحد الاجراء مهم جدا على مستوى قانون الماليه ديال تخفيض الضريبه على الدخل. انا اتساءل اذا كان هادشي كيتعمل قبل، نقولوا كان كيتعمل قبل وهذه الحكومه لم تاتي بالجديد، لكن هادشي كله جديد. تعرف ما الذي يجعل هذه الحكومه ربما في نظر البعض كيقولوا بانه هادشي ما كافيش؟ ربما لانه السياق صعب، لكن تخيل انه ربما تخيل ان هذه الاجراءات ما قامتش بها الحكومه هذه، ما زادتش ما عملتش الحوار الاجتماعي، ما عملتش الدعم المهنيين، ما دعمتش عبر الاليات المتعارف عليها، ما تعملش الدعم الاجتماعي بتوجيه من جلاله الملك، ما تمش الاصلاح، كيف سيكون الوضع؟ سيكون صعبا اكثر. فبالتالي في اطار الامكانيات المتوفره لهذه الحكومه قامت بعمل كبير، وهذه المؤسسات بالمناسبه راه تنوه بهذه الاجراءات اللي قامت بها الحكومه. بالنسبه للعرض اللي قدم به السيد وزير العدل، هو عرض في افق ان شاء الله انه يتم تقديمه في شتنبر في جنيف. وهذا الاستعراض هذا مهم جدا، لان اولا تيبين الانخراط القوي ديال بلادنا في هذا المجال ديال محاربه الاختفاء القسري، وايضا محاربه مواجهه التعذيب ومحاربته. فبلادنا تسير بخطى ثابته في هذا الورش. التوصيات التي يتم يعني اعتمادها بلادنا تنخرط في يعني في التفعيل ديالها بشكل قوي. وهذه يؤكد مرة أخرى على أنه هذا المسار اللي رسمه جلالة الملك منذ يعني اعتلائه العرش في 1999 وخاصة مع العمل الكبير اللي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، يؤكد بأن بلادنا ماضية قدما في
في هذا التوجه هذا ديال رعاية وحماية حقوق الإنسان عموما. الأسبوع الماضي تكلمت لكم قلت لكم السيد وزير الصحة غيتلاقى مع النقابات. بالفعل تم اللقاء. هذا اللقاء هذا اللي تم مع وزير الصحة تمت فيه مناقشة مختلف القضايا الموجودة في الملف المطلبي. شكرا لكم.